عايزة اقولك اني مش هكلفك نهائي في الفيديو ده، كل المقادير هتكون موجودة عندك في البيت بإذن الله. هتعملي اجمل وصفة للنايتي. بصي كده ما شاء الله، حاجة كده بتدوب في البق، مع كل قطمة هتحسي بسحر من الجمال. مش هياخد منك وقت نهائي، في نص ساعة بالظبط هتكوني مخلصاه. وهتشوفي معايا دلوقتي وقت التحضير هو ربع ساعة بالظبط، ووقت السوا كمان ربع ساعة. يعني زي ما بقولك حرفيا الموضوع مش هياخد منك نص ساعة وهتكوني عاملة لهم حاجة حلوة. هقولك على سر ان الكيك بتاعك يكون لونه ابيض كده زي النايتي، ولونه فاتح جدا وكمان هش وبيدوب قوي. اهم حاجة ما تفوتيش ولا لحظة من الفيديو، لان ان شاء الله هتستفادي جدا. نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معايا كوباية دقيق، كوباية واحدة بس من الدقيق. بتعايري بقى مقاديرك بمج الشاي الكبير عادي خالص اللي عندك. شايفين دخلنا كوبايه الدقيق بالشكل دون. ضروري جدا ان احنا ندخل الدقيق علشان ندخل الهواء بين جزيئات الدقيق وتطلع معانا هشه وجميله. حطينا كمان معلقه كبيره من الكيك شيف، وده بقى الكيك شيف احلى من البيكنج باودر لانه بيطلعها فاتحه وجميله جدا. كمان معلقه كبيره من النشا، والنشا هنا مهم جدا جدا لان هو اللي هيطلعها ناعمه وبتدوب كده معانا. فالنشا بيدي نعومه للكيك بتاعنا، فان شاء الله ما تستغنيش عنها. كمان رشه ملح، وكده المكونات الجافه بتاعتي جاهزه. بصوا هحتاج ايه كمان، 2 بيضه، 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ويكون حجمهم حلو بالشكل ده. لحد دلوقتي المقادير سهلة خالص، يعني اكيد ان شاء الله هتلاقي عندك كوباية من الدقيق و2 بيضة، وطبعا حطينا رشة ملح، وكمان هنحط نص كوباية من السكر. بصوا هنا انا محطتش حاجة غير 2 بيضة ونص كوباية سكر بنفس المج اللي انا بعاير بيه الدقيق، بعاير بيه كل مقاديري. تمام، وكيس من الفانيليا. تمام كده. بفضل بقى اضرب شوية حلوين جدا زي ما انتوا شايفين لحد ما القوام اتحول معايا بالشكل ده. بصوا يا حبيباتي، السر معايا هنا في الخطوه دي، اضرب البيض مع نص كوبايه السكر مع كيس الفانيليا، الثلاث حاجات دول وبس. اضربهم مع بعض مده كويسه لحد ما المقدار بتاعي يتضاعف ولونه يبقى فاتح ويبقى كريمي جدا كده وعامل زي الكريمه. بعد كده اضيف بقى نص كوبايه من الحليب، تمام، وربع كوبايه من الزيت زي ما قلت لكم بنفس المج اللي بعاير بيه، ده ضروري جدا. كمان رشه بقى من الفانيليا السايله ومعلقه خل. وهنا بصوا انا موقفه الضرب وببدا اضيف بقى كل الحاجات اللي انا هضيفها بعد كده. ببدا بقى ده الدقيق اللي جهزناه مع بعض اللي عليه الكيك شيف وعليه رشه ملح والنشا. تمام، ببدا بقى انزل بالمواد الجافه دي شويه بشويه، ما بنزلش بيها مره واحده، مع الضرب المستمر على اهدى سرعه في المضرب. تمام، بصي ركزي قوي هنا، ما ينفعش ان احنا نقعد نضرب كتير علشان ما نضيعش الهواء والفقاعات الجميله اللي احنا عملناها في الاول. تمام، فانا يا دوبك بضرب على سرعه هاديه زي ما قلنا. اول ما الاقي بس الدقيق تاه معايا خلاص كده تمام. بصوا ما شاء الله القوام جميل جدا ومظبوط قوي قوي ما شاء الله ولونه فاتح. بجيب بقى الصينيه بتاعتي، هدهن الصينيه رشه زيت خفيفه خالص خالص، وابدا ان انا احط ورق زبده. تقدري لو مش متوفر عندك ورق زبده فعادي خالص، في الوصفه دي احنا ممكن نعفرها بالدقيق زي ما بنعمل كده، بندهن برضو رشه زيت ونعفر بالدقيق وكده نكون بطلنا الصينيه. لو مش متاح ورق زبده مفيش اي مشكله. بصوا بقى ما شاء الله كده بنفردها. طب الصينيه بتاعتنا مقاس كام؟ الصينيه مقاس 30 في 30 ما شاء الله. بصوا انا عايزه اوريكم الفقاعات كده اللي جوه الكيك بتاعنا. بصوا ما شاء الله ده اللي هيخليها معانا هشه جدا ما شاء الله. بقى دخلت على الفرن بالظبط قعدت ربع ساعه، احسبي لها بالدقيقه وبالثانيه، مش هتقعد اكتر من كده لان احنا عاملين طبقه رفيعه من الكيك بالشكل ده. طبعا درجة حرارة متوسطة. تمام، بصوا بقى هشيل ورق الزبدة وابدأ ان انا اشتغل فيها، بس طبعا بعد ما بكون سبتها هديت وارتاحت خالص، يعني ما تشتغليش فيها لما تبرد بنسبة 100%. رفعت بقى المقاسات بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وقسمت الكيك بتاعي بالنص بالظبط. جبت بقى المربى، معايا مربى فراولة، وضربت بقى المربى دي في المطحنة علشان انا عايزة المربى بتاعتي تكون بيوري خالص كده وناعمة. تمام ما شاء الله. مش هتستخدمي كمية كتير. طب لو ما عندكيش مربى هتعملي ايه؟ اول حاجة تعمليها تحطي لايك
ما تنسوش بقى حبيباتي اللايك الحلو من ايديكم. وتعالوا اقول لكم، لو ما عندكيش مربى هتبداي انك تحشيها يا اما جناش شوكولاته يا اما نوتيلا. بصي اي حشوه تحبيها احشي بيها، او حتى تجيبي اي قطعه شوكولاته صغيره وتسيحيها على حمام مائي بسرعه بسرعه وتحشي بيها، هتكون ما شاء الله حلوه جدا. بصوا هنا بقى بدات اقطع الاحراف بالشكل دون. بصوا الاحراف حتى من جوه هشه وجميله، يعني الاحراف دي بناكلها فورا. بتكون حلوه جدا. قطعت بقى القطع بتاعتي وما شاء الله يعني الله اكبر كده، دي قطع عملاقة. القطعة بسم الله ما شاء الله. يعني بصي ممكن كمان تقسميهم على 2، كل قطعة على 2. بصوا هنا ده صوص الشوكولاتة اللي كنت عاملاه معاكم، اقتصادي وسهل جدا جدا. هسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف علشان اللي عايز يعرفه. وزينت بيه بالشكل ده، حطيته كده في ورق زبدة، يعني جبت ورقة زبدة عملتها زي قرطاس وحطيت فيها صوص الشوكولاتة بتاعي، وزينت بقى من على الوش كده. وما شاء الله تقدميهم بألف هنا وشفا. بصوا كده ما شاء الله هشة وناعمة وجميلة بجد كده وبتدوب، يعني ما شاء الله الطريقة حلوة جدا جدا. كمان بالنسبة لجمالها وفخامتها وروعتها، فتكلفتها بسيطة، ما استخدمناش غير كوباية واحدة بس من الدقيق وعليهم بيضتين، وعملنا ما شاء الله حاجة جميلة جدا. تقدري تعمليها بسرعة لو عندك ضيوف وتقدميها، مش هتاخد اي وقت. يا رب تكونوا استفدتم. ما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو وكمان شير للفيديو علشان الكل يستفاد، وبقى لأصحابك علشان يشوفوا الوصفة. وبألف هنا وشفا والسلام عليكم.